اقترحا طريقة لتسليم نفسيهما للمحكمة في لاهاي. المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها ليس لديها ما يؤكد أن سيف الإسلام يقترح تسليم نفسه لها. طبعا الغموض ما زال حتى هذه اللحظة يلف مصير مكان سيف الإسلام القذافي بعد مقتل والده، وطبعا سيطرت قوات المجلس الوطني الانتقالي على آخر معقلين للقذافي ومعظم المدن الليبية. بحسب الضابط السنوسي شريف السنوسي الذي كان يعمل في فرقة سيف الأمنية وقاتل إلى جانبه طبعا حتى آخر لحظة، قال إنه سيف الإسلام فر من بني وليد وذلك بعد دخول طبعا الثوار إلى البلدة. السنوسي أكد أن سيف كان يتنقل في بني وليد بسرية تامة، بالإضافة إلى أنه كان بحالة من الارتباك وأيضا من التوتر. حذر أيضا مرافقيه والمحيطين به ألا يخبروا أحد بمكانه خوفا من أن يرصد الثوار تحركاته وطبعا يقصفوه بقذائف الهاون. كان سيف الإسلام بحسب التصريحات على اتصال دائم مع والده عبر هاتف الثريا. قبل أسبوع على اقتحام الثوار البلدة كان يختبئ في منزل آمن بحي الطبول في بني وليد. مع وصول الثوار البلدة فر سيف الإسلام، ولكن المعلومات تقول أن قوات الناتو قصفت قافلة مصفحة بغارة جوية وهو يغادر بني وليد، لكنه نجا منها وقد ساعده أحد الأشخاص الذين كانوا برفقته، ساعدوه على الهرب. بعدها جاءت قوات المجلس الانتقالي للمنطقة لكنها لم تعثر على أثر لسيف الإسلام بعد تمشيط المنطقة. طبعا سيناريو هروبه الأخير حسب المجلس الوطني الانتقالي يعتقد أنه موجود بالقرب من الحدود، طبعا الحدود مع النيجر وأيضا مع الجزائر، وأنه يخطط للخروج من البلاد بجواز سفر مزود. في ليبيا انطلقت رصاصة